وتوعدت السلطات الأردنية بالانتقام من المتطرفين الذين أعدموا الطيار الأردني معاذ الكساسبي، وتوعدت برد حازم ومزلزل، وذلك في رد لها أيضا أعلنت الحكومة الأردنية كذلك تنفيذ حكم الإعدام بمجموعة من الإرهابيين المدانين على رأسهم الانتحاري الساجد الريشاوي فجر الأربعاء. بكثير من الحزن والدموع تلقت عائلة الطيار الأردني معاذ الكساسبي نبأ مقتله على يد التنظيم المتطرف، وبالوعيد والتهديد أعلن الجيش الأردني الانتقام من قتلته وسط إدانة محلية ودولية واسعة لما وصف بجريمة القتل الوحشية. التنظيم المتطرف وضع نهاية مأساوية لحياة معاذ وفق ما قال الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية، حيث أعدم المتطرفون الكساسبي حرقا وهو حي، كما ظهر في شريط فيديو بثه التنظيم تحت عنوان شفاء الصدور يظهر الكساسبي مرتديا لباسا برتقاليا يتم جره داخل قفص يضرم أحد عناصر التنظيم النار فيه، وتعتذر العربية عن عدم بث الفيديو لفظاعته. السلطات الأردنية أكدت إعدام الطيار في 3 من الشهر الماضي، وتوعدت برد حازم ومزلزل. إن من كان يشكك بأن رد الأردن سيكون حازما ومزلزلا وقويا فلسوف يأتيهم البرهان، وسيعلمون أن غضب الأردنيين سيزلزل صفوفهم. الحكومة الأردنية أعلنت بحسب مصدر أمني أنها ستنفذ حكم الإعدام بعد ساعات بمجموعة من الإرهابيين المدانين بالمشاركة في اعتداءات على مصالح أردنية على رأسهم الانتحاري العراقي ساجد الريشاوي. وكانت السلطات الأردنية على الرغم من تأكيدها مرارا على عدم تلقيها أي دليل على أن رهينتها الطيار على قيد الحياة أبدت استعدادها لتسليم الريشاوي المدان بمشاركتها في تفجيرات عمان عام 2005 مقابل الإفراج عن الكساسبي. معاذ وقع أسيرا بيد المتطرفين صباح يوم الأربعاء 24 من ديسمبر بعد سقوط طائرته الحربية F-16 أثناء قيامها بمهمة عسكرية في محافظة الرقة شمال سوريا ضمن العمليات التي يشنها التحالف الدولي ضد مواقع التنظيم المتطرف بمشاركة الأردن. علا مطيرة، العربية. ما بيقدر يحكي الواحد أكثر من غير يعني الله يصبر أهله ويصبر كل المواطنين الأردنيين. طبعا جريمة بشعة بالنسبة لنا، هو شهيد أكيد. في البداية بنعزي أهله للكساسبي طبعا، وبعزي كل الأردنيين كون هو أردني وكل الأردنيين أهله، عرفت كيف؟ وهذا إذا بدل على بشاعة التعامل مع يعني إنه بيعتبروه أسير الحرب، عرفت كيف؟ رحمة الله على الشهيد، ونحكي إحنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإحنا دائما مع سيدنا جلالة الملك عبد الله بكل الأمور، والله يرحمه. وهذا الحكي اللي صار كله ما بدل على الإسلام بشيء، هاي وحشية اسمها. نأسف على اللي صار يعني، والله يكون بعون أهله ويصبرهم، وإحنا برضو أهله وناسه، ونتمنى يعني إحنا بالنسبة لنا هو شهيد بطل، وإن شاء الله بناخذ حقنا.